السلام الخوت، رجعنا في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو غنهضروا على ستيف روستن واللي شرى تذكرة ذهبية من شركة الطيران الأمريكية، وغنتعرفوا على الأضرار اللي وجه لها. هذا الراجل خلى الشركة ديال الطيران الأمريكي يجن الجنون ديالها حرفيا. في عام 1987 اشترى ستيف روستن تذكرة ذهبية من شركة الطيران الأمريكية، السعر ديالها 250 ألف دولار. كتسمح له التذكرة أنه يسافر حياته كاملة في فابور فقط إذا شرى التذكرة. وشرى التذكرة ديال المرافق اللي كتسوى 150 ألف دولار. ستيف دار أكثر من 10,000 رحلة طيران. كان شي مرات كيسافر لأسباب اللي ماشي ضروريين، انه كيشوف شي ماتش كيمشي يتفرج له، اولا كيبغي يمشي يتعشى في باري ولا في ايطاليا. كان ستيف كيدي معاه المشردين اللي باغيين يرجعوا للبلاد ديالهم، هادشي حيتاش هو شرى التذكره ديال المرافق. كان شي مرات كيحجز تذاكر وما كيمشيش كاع. هادشي اللي خلى الشركه ديال الطيران معصب، حيت انه كلفها 21 مليون دولار امريكي. اضطرت الشركة أنها تحيد له التذكرة. في عام 2008 في الآخر رفعت عليه قضية، وفي الآخر طلب تعويض من الشركة وربح القضية. حصل على التعويض اللي قدر ديالو 3 مليون دولار مع البقاء التذكرة المجانية واللي هي فعالة مدى الحياة. وهنا كيكون الفيديو سهلة. انا عارف الفيديو قصير بزاف، ولكن كنحاول ما نغبرش على يوتيوب، بغيت نبقى ديما اكتيف. واللي عنده شي راي للفيديو الجاي خليه ليا في كومونتيرات، راه كنقراهم كاملين. يلا نخليكم. اكثر من 70% اللي كيشوفوا الفيديو ديالي ما دايرينش ابوني، فاذا كنت كتشوف هذا الفيديو ما تنساش تخلي سبسكرايب باش نوصلوا 1000 ابوني في اقرب وقت.